طابت أوقاتكم. نحن معكم في لقاء جديد من برنامج لغة الحوار. سنتناول في هذه الحلقة آخر الأوضاع والتطورات في سوريا وغرب كردستان في محاور عدة. هل يعتبر تصريح المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA مايكل هايدن أن انتصار رئيس النظام في النزاع المستمر منذ 33 شهرا قد يكون الأفضل بين ثلاث سيناريوهات مرعبة؟ ما علاقة ذلك بما يجري على الأرض قبل انعقاد مؤتمر جنيف 2 في ظل الضربات التي وجهتها أطراف إسلامية منها الجبهة الإسلامية الوليدة للجيش السوري الحر وبدعم سعودي؟ استمرار حصار غربي كردستان وخاصة عفرين وكوباني، واستمرار مسلسل الخطف بحق المدنيين العزل في جرابلس ومنبج وأخيرا أحرز في ظل صمت المعارضة السورية والكردية المنضوية في الائتلاف الوطني السوري. الإدارة الذاتية وآفاق تطورها وتجذرها في ظل حالة الفوضى في العديد من المحافظات والمدن السورية. هذه المحاور سأناقشها مع ضيفي لهذا اليوم الدكتور محمد حسن، الحاصل على ماجستير في القانون الإداري من جامعة مارسيليا والدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة باريس الثانية. مرحبا بك دكتور محمد حسن، وشكرا جزيلا لحضورك إلى الاستوديو للمشاركة في هذه الحلقة. شكرا لك شخصيا وشكرا لقناة روناهي على هذه الدعوة وإتاحة الفرصة لبحث آخر الأوضاع وخاصة من الناحية القانونية وإلى ما هنالك من أمور تهم خاصة سوريا وبالأخص الوضع الكردي. نعم. وبهذه المناسبة يعني أوجه تحية لصمود أهلنا في غرب كردستان وخاصة في عفرين وكوباني على هذا الصمود أمام هذا الحصار الاقتصادي، وأضاف إلى ذلك حصارهم مناخي، يعني الثلوج حاصرت المدن الكردية وبالتالي قيدت حركة المواطنين، كان الله بعونهم وأحييهم على هذا الصمود. نعم. إذا ألقينا نظرة على الصحف الممولة من المملكة العربية السعودية نقرأ مصادر بالمعارضة: مقاتلون إسلاميون سوريون يلتقون مع مسؤولين أمريكيين قريبا، واشنطن لا تستبعد دعم ائتلاف أكبر للثوار يضم سوريين، تحضيرات لتشكيل وفد المعارضة إلى جنيف، والتصريحات التي أدلى بها المسؤول الاستخباراتي الأمريكي السابق مايكل هايدن، وقوله من أن بقاء النظام أو رأس النظام سيكون الأفضل من بين ثلاث سيناريوهات مرعبة، أي أن هذا السيناريو أيضا مرعب. كيف تقرأ هذه التصريحات في ظل كل ما يجري في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط؟ والله في الحقيقة هو يعني الوضع سياسيا كما هو على الأرض يعني في تطور مستمر وفي تغير مستمر. يعني هذه التصريحات الأخيرة يعني هي ليست مرحلية بالمعنى الدقيق للكلمة، وإنما تتغير بتغير الأوضاع. يعني نحن لاحظنا مثلا أمريكا كانت جادة في الضربة العسكرية وبالتالي تغيرت وجهتها تماما بعد لقاء كيريلافلوف، وبالتالي يعني تغيرت في المواقف. يعني في الوضع الحالي يمكن أن يكون يعني لتداعيات التقارب أو التوافق الأمريكي الإيراني الأوروبي على اتفاقية يعني بموضوع فيما يخص الأسلحة النووية الإيرانية أو على الأصعدة الأخرى يمكن أن يكون يعني جزء من الصفقة، أو لنكون أكثر دقة في منع تخصيب اليورانيوم الذي ربما يؤدي إلى يعني إنتاج قنبلة نووية. بالضبط. هل تعتقد أن ذلك ربما أثر على الأداء؟ يعني يمكن أن يكون له علاقة وممكن جدا، يعني بما أنه يعني هناك يعني حلف روسيا إيران سوريا، فبالتالي سوريا بنظام بشار الأسد طبعا، فبالتالي يعني أنه أي صفقة ممكنة، وهذا الموقف من الأمريكيين يعني مستغرب. حتى هم يعني كان موقفهم أو تقاربهم أو تفاوضهم حتى مع إيران يعني أثار يعني غضب إسرائيل، ولكن تغيرت السياسات طبعا. غضب إسرائيل والسعودية أيضا وحتى دول الخليج، ولكن بالنهاية يعني دول الخليج مجلس التعاون الخليجي قبل أيام يعني أثنى على الاتفاق المرتقب والاتفاق المبدئي بين إيران والاتحاد الأوروبي، وبالتالي من ورائهم طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي موقف أمريكا الحالي يعني هم عندهم تخوف طبعا، بالنهاية دائما هو البعبع الإسلامي أو القاعدة، فتخوفهم من هذه الناحية أفضل ثلاثة حلول، منها طبعا فشل الدولة، وبالتالي أو الحل الآخر مثلا تفوق القاعدة وأنصارها وهذه الجماعات الإسلامية وسيطرتها على الأجزاء الكبيرة من الوطن. نعم، نقرأ هذا التصريح ونقرأ تصريح آخر يندرج في هذا الإطار، ربما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستبعد دعم ائتلاف أكبر للثوار بين مزدوجين يضم الإسلاميين، في إشارة إلى الجبهة الإسلامية. هل ذلك ربما يأتي
لممارسة المزيد من الضغوط على دول المنطقة أم استعدادا لجنيف؟ يعني تصريح مايكل هايدن والتصريح الآخر الذي يقول أنهم ربما يدعموا الجبهة الإسلامية التي وجهت ضربات قاسمة كما وصفت للجيش السوري الحر. في الحقيقة هو يعني هي لا أعتقد أنا في المنظور البعيد أن تقوم الولايات المتحدة يعني على الأقل على العلن بالاتفاق مع الجبهة الإسلامية، ولكن يعني هو الموضوع الآن هنا هي وسيلة ضغط أعتقد على خاصة قوى المعارضة التي يعني لا زالت غير متفقة ولا تعرف بأي آلية سوف تذهب إلى جنيف 2، وتمارس طبعا الولايات المتحدة وغيرها من القوى الفاعلة في القضية السورية بشكل عام والأزمة السورية الضغط على قوى المعارضة لتوحيد صفوفها، وبالتالي يمكن أن تكون هذه وسيلة ضغط يهدد بها أو المعارضة والنظام على الطرفين لكي على حد سواء لكي يقوم الطرفان بتقديم التنازلات، لأنه وصلنا إلى مرحلة حتى من مصلحة الروس والأمريكان أن تتوقف الآن هذه الأزمة، لأنها يعني أخذت حدا أبعد مما كان يمكن أن يكون مرسوما لها يعني في الماضي. نقرأ الكثير مما تكتبه الصحف عن توجه أمريكي أوروبي روسي لمحاربة الجماعات الجهادية في سوريا، والبعض يقول هذا يندرج كما قلنا تصريح الأمريكي المشار إليه. على الأرض هناك المزيد من التناقضات، هناك أضعاف للائتلاف. كيف يمكن أن يؤثر ذلك على حضور الائتلاف إلى جنيف 2 إذا تقرر الموعد وتقرر حضور الائتلاف في ظل التدخل التركي السعودي القطري والأوروبي الأمريكي؟ هو في الحقيقة يعني الائتلاف منذ فترة يعني هو يعني فقد لم تكن لديه شعبية يعني بالأصل، يعني فقد كثيرا منها إن وجدت يعني، وحتى على الصعيد السياسي يعني لم يستطيعوا أن يقدموا شيئا لا للشعب ولا لتثبيت وجهات نظرهم أو الرضوخ لبعض ضغوطات الغرب وأمريكا، الاتحاد الأوروبي وأمريكا. بالتالي يعني وضعه يعني ليس بالجيد ولم يكن جيدا ابدا يعني، ولذلك منذ فتره سمعنا في شهر ايلول يعني قام بضم المجلس الوطني الكردي اليه، وبالتالي يعني انه كان هو خطوه او يعني لكي يعني يستعيد قليلا من شعبيته او يكسب جانبا من جوانب المعارضه وهو المجلس الوطني، وبالتالي موقفه ضعيف جدا. هو الان يحاول حفظ ماء الوجه، وبالتالي رئيسه يعني اعلن منذ فتره انه قابل يعني يقبلون الذهاب الى جنيف 2 ولكن بشروط محدده وهي يعني بضمانات محدده. يعني ما الذي تغير؟ طرح جنيف اول مره في حزيران 2012 والان نراهم يقبلون نفس الشروط يعني بصيغ مختلفه، يعني ما الذي دفع هؤلاء الى تغيير الموقف ومن المسؤول عن اراقه كل هذه الدماء والخراب والدمار الذي لحق بسوريا يعني بشرا وحجرا؟ والله في الحقيقة يعني آلت الأمور إليه يعني وصلنا إلى حد يعني لا النظام يستطيع أن يكسب ولا الجيش الحر أو المعارضة والقوى الأخرى تستطيع أن تكسب، وبالنهاية وطبعا لكل القوى التي تدعمه، وبالتالي يعني سحب البساط من تحت فرضنا مثلا الائتلاف، كان قوته والصدى الذي يعني هو يعني مثل ما بيقولوا عمل صدى أكبر عندما يعني تم تكوينه وتشكيله، وبعد فترة يعني حتى القوى العسكرية على الأرض ومنها وحدات الجيش الحر يعني لم تتبنى المواقف السياسية التي تبناها الائتلاف وبقية الشعب السوري يعني كان بالغالب هو ضد هذه التنازلات التي سوف يقدمها في جنيف 2 بالنسبة لما كان له من موقف قبل انعقاد هذا المؤتمر أو تحديد الموعد له، وبالتالي يعني حتى القوى الغربية كمان يعني هم لم يغيروا كثيرا من هذه الصيغة، فقط الأمريكان هم اللي غيروا يعني موقفهم، وبالتالي أنا قلت يعني منذ قليل أنه هذا يمكن نتيجة بالنهاية هم يعني مصلحتهم هي أمام كل شيء، ممكن أن يكون هذا جزء من الصفقة التي سوف تتم مع إيران. يعني رغم ذلك الائتلاف يقول أنه يحضر وفد المعارضة إلى جنيف 2 والائتلاف يريد أن يكون له سيطرة على هيئة الأركان. اللافت هنا ما صرح به كمال اللبواني من أن الائتلاف تشكل بعد تدخل استخبارات 11 دولة. يعني رغم كل ذلك هل تعتبر أن هذه التصريحات يأتي في إطار الاستهلاك الإعلامي أم
أن هناك دفعة جديدة للائتلاف، خاصة بعد قول روبرت فورد أنهم يعني لا يزالون يصرون على تقديم الدعم للائتلاف في تصريح له نشر اليوم. ودعم يعني دعم، لكن قرأنا منذ يومين أيضا يعني الأسلحة الغير فتاكة أوقفوها الأمريكان، يعني أوقفوا الدعم للجيش الحر وحتى للائتلاف، أصبحت الدعم هو فقط للأمور الإغاثية. بالنسبة لموضوع الائتلاف يعني كلنا قرأنا وعلمنا يعني عندما تشكل الائتلاف يعني كان طبعا نتيجة مخابرات عدة دول وعدة قوى، وهذا يعني اعتراف رسمي من أحد قادة الائتلاف طبعا بالنهاية. وكانت أزمة رئاسة الائتلاف منذ فترة عندما عين السيد أحمد جربة، يعني يمكن الأزمة يعني أخذت وقتا طويلا، شهرين أو الصراع أكثر. القطري السعودي طبعا يعني كل دولة لها من يدعمها، وبالتالي يعني هذا الشيء طبيعي وهذا أصبح معروفا للعلن يعني. كمال لواني إذا يعني أصدر هذا التصريح فهذا ليس بشيء خفي وأصبح للعلن، وكل من يريد أن يدعم الثورة السورية أو أن يقدم مساعدة للشعب السوري يريد أن يكون له مكانه ويريد أن يتدخل في السياسات سواء كان الائتلاف أو في سوريا كما يقال ما بعد الأسف. أعتقد أنك لاحظت معي والمشاهدين يعلمون أن الأكثر عداء للشعب الكردي في الآونة الأخيرة والأكثر استعمالا للغة التطيف هو كمال اللبواني، ورغم ذلك يقر بتدخل استخبارات العديد من الدول ويقول أن هذا الائتلاف غير مؤتمن عليه. ما الذي جعل المجلس الوطني الكردي يدخل إلى الائتلاف يقر فيه أحد قادة هذا المجلس أنه صنيعة 11 جهازا استخباراتيا وأنه غير مؤتمن على مصير الشعب الكردي؟ إذا كان هذا تصريح اللبواني، من أنت كتبت عن ذلك؟ يعني ما هي أبرز الملاحظات التي كتبتها في دراستك عن دخول المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف؟ والله يعني هو يعني انضمام المجلس الوطني الى الائتلاف، يعني انا شخصيا كتبت دراسه عن هذا الموضوع من الناحيه القانونيه ونقدت هذا الانضمام، لأن عندي يعني منظور الخاص يجب أن يبقى دائما الكرد متوحدين في سوريا ولهم رؤية واحدة. طبعا هذا الانضمام إلى المجلس الوطني أنا اعتبرتها يمكن أن تكون في البداية ورقة ضغط لكي يعني للحصول على مثلا على مكان لهم في المجلس الوطني الكردي يقول أن الائتلاف أقر بالحقوق الكردية وأن وجودهم سيكون ورقة ضغط كي يكون ذلك مقدما للاعتراف الدستوري. لا هو بالمطلق ما أبرز ما انتقدته أنت؟ بالمطلق نعم. يعني لما بالمطلق الانضمام إلى المعارضة بالمطلق هو جيد، ولكن تحت ظروف معينة وشروط معينة يجب أن يكون الكرد موحدون للانضمام إلى المعارضة. لماذا تعارض انضمام المجلس الوطني؟ انضممته لعدة أسباب، حتى يعني أنا نقد نص الاتفاق، يعني هو كان جاء في بنود الاتفاق الاعتراف بهوية الشعب الكردي، يعني أنا ككردي لست بحاجة لكي يعترف بها الأخ العربي السوري بأنني كردي. أنا أعرف أنني كردي والعالم يعرف أنني كردي، فكشعب الكردي هو له هويته، وإنما كان المفروض أن يعترف بالوجود التاريخي للشعب الكردي. ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق أنني أعترف الاعتراف بالهوية أنك موجود لك ثقافتك، أعطيك حقوق الثقافية، هذه هي هوية الشعب الكردي. أما الوجود فأنا موجود على الأرض التاريخية، الوجود التاريخي للشعب الكردي على الأرض، وبالتالي أنا لست أجنبيا حتى يعني تعطف علي وتعطيني حقوقا، يعني هذا هو الفرق بين الطرفين، أن تكون على أرضك التاريخية له أبعاد مستقبلية. يعني ممكن أن تقول أنا على الأرض التاريخية أنا أدير نفسي بنفسي، أنا أطلب الفيدرالية، أنا أطلب الاستقلال يوما ما المانع؟ ولكن نحن طبعا هذه الأمور يعني سابقة لأوانها، الوضع الحالي يحتمنا، يعني نحن بالنهاية سوريون، ولكن لماذا نغلق الباب على أنفسنا؟ لماذا يعني نحكم على ما نستطيع على شيء؟ إذا لماذا دخل المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف؟ هل كان هناك ضغوط مثلا كردستانية إقليمية أم؟ لا أنا برأيي يعني حتى برأيي يعني الدخول كان يعني خلينا نكون صريحين، يعني هناك خلاف مع حزب الاتحاد الديمقراطي، كان ممكن أن يكون ورقة تهديد في البداية، ولكن عندما دخلوا وأخذوا ما لم يتوقعوه في البداية، يعني الائتلاف لم يكن يقبل به لا الاعتراف بهوية الشعب الكردي ولا تغيير اسم الدولة، ولكن عندما تفاجأوا وكان الائتلاف يعني أوراقه ضعيفة، كان ذلك بان التحضير لتوجيه ضربة إلى النظام طبعا، أو إلى وكان الائتلاف ورقته ضعيفة ويريد أن يكسب طرف آخر من المعارضة سواء كان كردي
كرديه ولا عربيه، ولذلك قبل يعني هناك ملاحظات اخرى ليست فقط بهويه الشعب الكردي في سوريا، وانما اسم الدوله. يعني كانت الجمهوريه العربيه السوريه قالوا نقبل باسم الدوله على عهد الاستقلال. لماذا؟ السبب الرئيسي لاننا قبلنا بعلم الاستقلال. طيب اذا بعد فتره اخذنا علم اخر لسوريا، هل نغير اسم الدوله على اساس العلم؟ كان المفروض أن يتم فيه أن اخترنا اسم الجمهورية السورية لأن سوريا فيها عرب وغير عرب من باقي القوميات، وبالتالي يعني كان هذا بالنسبة للنظام السياسي المجلس الوطني يعني من البداية يطالب بالفدرالية. ما الذي حصل حتى نقبل بصلاحيات إدارية محلية واسعة؟ يعني هناك فرق كبير بين هذين الموضوعين، وبالتالي ولو انه يعني في اخر الاتفاق كانوا كاتبين يعني ملاحظه انه يبقى الائتلاف حول التحفظ. هذا الملاحظه هي يعني من الناحيه القانونيه دكتور محمد حسن، يعني ما الذي يمكن ان يشكله اي تحفظ على اي بند في اتفاق مع طرف معارض، يعني خاصه انهم اصدروا الوثيقه الوطنيه او يعني لا يحضرون الاسم بدقه فيما يتعلق بالائتلاف، من انهم سيعرضون اي اتفاقيه وقعت ما قبل سقوط النظام الى برلمان منتخب. يعني اذا وزننا بين هذه التوصيه وبين التحفظ الكردي، يعني من الذي ستكون له الغلبه؟ لا قانونيا له قيمه ولا معنويا ولا اي شيء، ولكن انما كان يعني التحفظ طبعا هو جاء في بند الملاحظات. اذا كان فعلا الائتلاف متفق عليه لماذا لم يدخلوه في ضمن البنود الاساسيه؟ هذا التحفظ من جانب المجلس الوطني. وعندما نعود إلى البرلمان يوما ما، إذا نشئ برلمان، من الطبيعي برلمان سوريا سوف تكون فيه الغالبية عربية وسنية. نعم. وبالتالي لن يقبلوا لا بأي شكل من الأشكال المنطق الشوفية العربية هي التي تحكم. يعني إذا نحن ليست لدينا مشكلة ككرد، لا كمجلس وطني ولا اتحاد ديمقراطي ولا اي حزب يعني اخر ولا اي شعب. انت تتخوف من ان المعارضه ستتنصل من الوعود التي اعطتها للجانب طبعا بالتحديد. هناك تجارب يعني حتى الان في كردستان العراق هناك تم الاتفاق قبل سقوط صدام بين المعارضه. كل هؤلاء الذين الان في الحكم في بغداد كانوا في كردستان، في اقليم كردستان، ولهم منازلهم وكل شيء، ولكن عندما وصلوا للحكم تنصلوا من كل شيء. نعم. كل ما يتعلق بالموضوع الكردي يسبب مشكله للعرب. قلت قبل قليل السيد كمال لبواني. أنا أذكر لك مثال آخر على الاتفاق. هناك نائب رئيس الائتلاف وسوف أسميه السيد المصلط يعني. نعم، سأتي إلى ذلك ونشرف معنا الأستاذ جمال ملا محمود، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي السوري من غرب كردستان. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير، أهلا أخ نواف. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. شكرا لك وشكرا لحضورك للمشاركة عبر الهاتف من غرب كردستان. الآن أعتقد أن الأنظار تتوجه إليكم في غرب كردستان وكذلك إلى هولير، حيث من المزمع عقد لقاءات بين مجلس غرب كردستان وأحزاب من المجلس الوطني الكردي. أنتم جزء من الإدارة الذاتية الديمقراطية. ما هي آخر الأنباء المتداولة حول ما يجري؟ هل يمكن أن تتفضل وتضعنا مع المشاهدين في أجواء ما يجري هناك سواء عندكم في غرب كردستان أو هولير؟ أهلا وسهلا، مساء الخير إلى السادة المشاهدين. لا أكيد كمعلومات عن التطورات في هذه الليلة لا أملك مثل هذه المعلومات، ولكن نتمنى جميعا أن يكون قد جرى مراجعة وتقييم للمرحلة التي مضت. هي مرحلة كانت خطيرة جدا وسلبية جدا في العلاقات الداخلية الكردية وفي مصالحنا الوطنية السورية ومصالح الشعب الكردي في سوريا. كنا أمام أخطار وانزلاقات جدا خطيرة من بعض القوى الكردية باتجاهات تخدم مصالح إقليمية ودولية غير عابئة بواقع شعبنا وبمأساة التي يعيشها شعبنا. الآن إذا تمت مراجعة مثل هذه المواقف وتم إعادة تقييم مثل هذه المواقف، نحن نتأمل خيرا، نأمل أن يتم بناء ثقة وبناء رؤية واضحة مستقبلية مشتركة. مع أنني لا أخفيك أنا لست متفائلا إذا هذه التوجهات.
ما مرد أسباب عدم تفاؤلك أستاذ جمال؟ مرده هي الوقائع والأجندات التي انخرطت فيها بعض القوى الكردية المحلية وبعض القوى الكردستانية. هنالك مصالح، هنالك علاقات مع دول، هنالك علاقات مع دول المنطقة ودول العالم. أنا شخصيا أرى أنه من الصعب على هذه القوى أن تتراجع عن هذه الارتباطات. نحن نقدر ونفهم ونتفهم مصالح الجميع، ولا سيما مصالح الأخوة في إقليم كردستان العراق، ولكننا نفهم أيضا أن العلاقات الدولية وعلاقات مع الجوار لا تأتي هكذا مزاجيا، هي تبنى وهي مبنية منذ سنوات عدة وعلى أساس مصالح عملية متجذرة. من الصعب تجاوز كثير من هذه المسائل. نتمنى أن يكون قيادة الإقليم قد استطاعت أن ترى منافذ من خلال هذه المصالح باتجاه أن تعيد سياساتها وتعيد مواقفها إذا شعبنا الكردي. ما الذي يمكن لماذا هل تتضارب سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني لنكون أكثر دقة، لأن الاتحاد الوطني الكردستاني له مواقف مغايرة ربما، يعني هل يضير الحزب الديمقراطي الكردستاني وجود إدارة ذاتية قوية ووجود صف كردي متماسك قبل المحطة ربما الأكثر تأثيرا في حياة الشعب السوري والكردي، وأقصد جنيف 2 والتي كنتم قبل أيام قليلة في تلك المدينة تحضيرا للمؤتمر الذي من المزمع أن ينعقد بعد أقل من 40 يوما؟ أن تراعي أن الشعب الكردي في سوريا يناضل منذ 60 سنة. لماذا؟ من أجل أهم نقطتين في حياته، وهي إزالة مسائل الإنكار الموجود بحقه منذ 60 سنة، وأن يعترف به مثله ومثل بقية مكونات وفئات الشعب السوري بأنه موجود وأنه شريك أساسي وتاريخي وله الحق في أن يكون شريكا أساسيا في هذه البلاد. والنقطة الثانية هو ما يبنى على هذا الاعتراف، ما يبنى على هذا الإنكار من اعتراف بوجوده دستوريا من حقوق وواجبات. وهذه الحقوق وأن اختلفنا في تشخيصها اليوم، ولكنها هي حقوق موجودة تبنى على أساس هذا الاعتراف. الآن ونحن ذاهبون إلى جنيف، لماذا كل هذه التطورات الخطيرة؟ لماذا من يخدم؟ جنيف يخدم هذه النقطتين بالنسبة للأكراد. جنيف مثل ما هي محطة لتسوية تاريخية للأزمة السورية، فهي أيضا محطة تاريخية لتسوية الوضع الكردي لحل المشكلة الكردية. وبالتالي في جنيف 2 يتحقق مسألة إزالة الإنكار بأن يقبل النظام والمعارضة بوجود وفد كردي خاص تمثل الخصوصية الكردية ضمن هذا الإطار الوطني. وفي نفس جنيف وعندما يتم وضع مشاريع دساتير ووضع أسس الحل، يكون الأكراد موجودون ليقولوا كيف هم شركاء وكيف يجب أن يزال ما عانوا منه من اضطهاد وظلم خلال عشرات السنين. هاتين النقطتين ماذا يفعل الحلفاء الديمقراطي الكردستاني في 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 لحظة الحسم، في منطقة الحسم؟ ماذا يفعلون؟ من تقصد حلفاء الحزب الديمقراطي الكردستاني استاذ جمال؟ اتمنى ان تتكرم وان تكون اكثر وضوحا. يضربون اهم نقطتين في حياة الشعب الكردي. نعم تفضل. نعم، يعني من هم حلفاء الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ انتم لا زلتم في المجلس، انتم لا زلتم لا نحن نتكلم بشفافية. نعم. بشفافية واضحة، ونحن كنا في المجلس الوطني الكردي. نعم. ونعرف الامور، وابن الشارع ذاته يعرف هذه الامور بوضوح. هم الشركات السياسي التي تمثل وخطة ومواقف رئاسة الإقليم. لا شيء يمكن أن يعالج دون شفافية. علينا أن نكون شفافين ونعرف ما هي المشكلة وثم نعالج. أما أن ببوس اللحى والنقود
ومسح الجوخ لا يمكن ان يحل. وان نكون واقعيين، وان يكون واقعيين. هذا مبدا ال 50-50 الذي كان يعرضه جلال الطلباني ومسعود البرزاني ويفرضونه على الشعب الكردي في اقليم كردستان العراق. اعتقد مقوماته غير موجوده في المناطق الكرديه بسوريا. لا يمكن ان يحاسبونا على اتفاق اولير على اساس 50-50. اين 50-50 من اناس حموا الارض وحموا السياده وحموا الناس ويريدون ان يعيدوا بناء حياتهم ويعيدوا ادارات المدنيه في هذه المناطق. اين هؤلاء من الناس يعيشون في المناطق، في الفنادق والمنتجعات، ويعيشون يتسقعون على ابواب قطر والدوحه والرياض؟ لا يمكن ان يكون 50-50 مع هؤلاء. هؤلاء الذين اصحاب الياقات الزرق لا يمكن ان يتداروا او يطالبوا بال 50-50 مع هؤلاء المناضلين، هؤلاء الابطال الذين يحمون ابناء شعبهم تحت الثلج وفي البرد وتحت اشعه الشمس الحارقه. اين هم من هؤلاء اللي يطالبوا بال 50-50؟ ابدا. هم اذا استطاعوا ان يراجعوا ويقيموا ويعيدوا التقييم فليكونوا واقعيين. نعم استاذ على جمال. هذا الاساس، على اساس الواقعيه السياسيه، فليبنوا اتفاقات جديده. اصلا انا اظن اتفاق غير لن يعد صالحا بهذا الوقت. نعم، اذا قيض لك الان ان توجه رساله الى الطرفين الكرديين، ما الذي يمكن ان تقوله لمجلس شعب غربي كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي له القرار كما نعلم جميعا على الاتحاد السياسي وعلى بعض الاحزاب المنضويه في المجلس الوطني الكردي؟ يعني بعد ما جرى بين الحزبين الكردستانيين، واقصد العمال الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، الا تزال على يعني تشاؤمك ام عدم تفاؤلك على الاقل؟ هذه ليست مساله نوايا. نعم. هذه مساله سياسه ومصالح وارقام ووقائع. انا اتمنى ان يكون الاخوه في حزب العمال الكردستاني والاخوه في الديمقراطي الكردستاني قد استطاعوا ان يضعوا النقاط على الحروف، قد استطاعوا ان يشخصوا الواقع الراهن والى اين نحن نسير. اتمنى ذلك. واقول للاخوه في تيدا ومجلس الشعب الغربي كردستان وبشكل خاص، وهنا اسمح لي للاخ ابو ولاد صالح مسلم وهو يعرفني جيدا، وتناقشت انا واياه في نفس هذا الموضوع قبل عده اشهر عندما كانت هنالك محاوله اخرى لتفادي هذه التطورات السيئه والخطيره التي وصلنا اليها. اقول لهم نعم، نحن معكم وسنشد على ايديكم في اي اتفاق يخدم مصالح شعبنا ويخدم انجاح جنيف 2، اكيد بكل تاكيد. ولكن اتمنى ان لا يساوم احد على مصالح شعبنا. اتمنى ان نكون صامدين صمود هؤلاء الجريلا، هؤلاء الابطال الذين يصمدون خلف السواتر في وجه اعتى واقسى قوى الظلام والتخلف التي تحاول ان تهين شعبنا، ان تهين مناطقنا، ان تهين سياده وطننا. اذكروا جيدا دماء هؤلاء الشهداء، ارواح هؤلاء الشهداء التي ترانا من علو. لن نخون. نعم. سنبقى صامدين وسنبقى نمثل مصالح شعبنا رغم كل المخططات وكل التواطؤ الذي يحدث من حولنا. نعم، أخيرا وباختصار شديد رجاء، يعني هناك حالة احتراب بين الجماعات السياسية ونزاعات عسكرية ويعني هجمات تطال أطراف المعارضة من جانب آخر، والنظام أيضا يقوم بتوجيه ضربات للقوى العسكرية أو الجماعات المسلحة في الوقت الذي نشهد فيه حالة الاستقرار التي تشهدها غربي كردستان. في ظل ما يجري، إلى أين تسير الإدارة الذاتية الديمقراطية؟ هل تعتقدون أنها ستكون على قدر الآمال التي يحملها الشعب الكردي أو الآمال المنتظرة من الشعب الكردي للإدارة التي تشاركون فيها بقوة كما سمعناها منكم؟ لا، يقولون ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ونحن لسنا فوضويين.
نعم. ونعرف أن مشروع الإدارة لن يكون نموذجيا، ولن يكون كما نريد، ولن تحقق كل ما نصبو إليه. نعم. ولكن لنا فضل المحاولة، لنا فضل أن نسعى، أن لا نتهاون، أن نعمل. نظن على الأقل لحد الآن هو أفضل ما يمكن أن نخدم فيه شعبنا ووطننا. هذا الاحترام الذي نراه بين بعض قوى المجموعات المسلحة، ولا أريد أن أسميها معارضة، هي ليست معارضة. هي معارضة لماذا؟ هي ليست معارضة لشيء، هي تريد أن تنفي كل شيء وأن تقول كلكم إلى الجحيم، أنا فقط موجود. هذه ليست معارضة، هذه مجموعات قسم منها إرهابية وقسم منها مجموعات مسلحة تخدم أجندات ومصالح دول إقليمية ودولية، واحترامها الحالي هو نتيجة تناقضات مصالح هذه الدول مع الأسف. نعم، الأستاذ جمال ملا محمود، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني، أشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا على الهاتف من غرب كردستان. الكردي السوري. نعم، الحزب الديمقراطي الكردي السوري. شكرا جزيلا. شكرا لك أخ نواف. شكرا للمشاركة. هل لك تعليق على ما تفضل به الأستاذ جمال ملا محمود، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي السوري؟ والله يعني شكرا لهذه المداخلة، ولو أنني يعني نحن في مرحلة حساسة الآن مع اقتراب جنيف 2 إذا عقد، فيعني يجب التخفيف من هذه اللهجة في الكلام. يعني أعتبر ذلك حدة في النقد. طبعا يعني هذا الكلام قيل كثيرا، أصحاب الفنادق والربطات يعني لكل سياسته. أنا لا أدافع أنا منذ قليل نقدت انضمام المجلس الوطني، ولكن أو الاتحاد السياسي وأي فصيل في لنا احترام لجميع الأحزاب. انتهى وقت يجب أن نصل إلى مرحلة أنه إعادة بناء الثقة، ولا نقول فقط أتمنى، يعني لازم أن يجب أن نحاول إعادة بناء الثقة، أن يلتف الكرد جميعا حول مشروع واحد وبرؤية واحدة لأن الأمر يعني يتعلق بمصير شعب، وبالنهاية جميع الأحزاب سواء كان منهم على الصواب الآن أو على خطأ. نعم، مسؤولون أمام الشعب المصري، الشعب الكردي. نعم، ربما الذين يكونون يعني جزء من الشعب الكردي في الداخل ربما تكون معاناتهم أكبر من معاناتنا نحن في الخارج. طبعا هي المعاناة نحن لا ننكر يعني. وبهذه المناسبة أنا أوجه يعني تحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء من وحدات حماية الشعب، يعني البواسل الذين يدافعون عن المناطق الكردية، يعني هذا يشهد لهم وسوف يكتب لهم التاريخ. ولكن يعني توفر الأمن يعني في مناطق سنأتي إلى ذلك الآن. طبعا ندخل إلى موضوع عفرين، استمرار الحصار في غرب كردستان عامة وعفرين وكوباني خاصة، كيف تقرأ ذلك؟ يعني في السياق نفسه عمليات الاختطاف التي طالت حتى الآن مئات المدنيين، في الوقت الذي يقول البعض من ذوي الأصول الكردية في المجلس الوطني السوري أن الأخبار التي تأتيهم لا تؤكد على ذلك. كيف تقرأ هذا التصعيد من جانب الجماعات المسلحة، وكيف يمكن أن يكون عليه موقف الكرد عموما وليس الأحزاب الكردية والقوى السياسية؟ والله هذه مسألة وجود ومصير شعب المفروض أن يتفق عليها الكرد جميعا. نعم. يعني لا يكفي أن ينفي أحد الأطراف هذا الخبر والآخر يؤكده. هناك واقع، ولنا أهلنا في سوريا ونتصل معهم. هناك عملية اختطاف منذ يومين، يعني تكثفت هذه العملية ووصل العدد إلى 170 مدني طبعا في أحرز، وبالتالي وفي جميع المناطق. يعني كل هذه الأمور واقع في عفرين وكوباني. الحصار موجود منذ أشهر، ومنذ أسبوع أصبح في العلن، أعلنوه وشدد الحصار. من متابعتك هل ترى أن هناك تغطية عامة بعيدا عن الأجندة الحزبية لحالات الاختطاف في تل عران، تل حاصل، منبج، جرابلس، أحرز، تل أبيض والرقة؟ يعني لماذا هناك صمت خاصة من قبل الأحزاب المنضوية إلى الائتلاف؟ هو الموضوع يعني بالنهاية تغطية قصدك من أحزاب المنضوية إلى الائتلاف، الأحزاب الكردية. نعم. الائتلاف طبعا يؤيد بطريقته حالة الحصار. أنا كنت سوف آتي إلى نقطة مهمة، وهي أن عندما انضم المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف، كان من أحد بنود الاتفاق الالتزام بسياسات الائتلاف، وأنا نقدت هذا الشيء. فإذا كان من سياسات الائتلاف الصمت عما جرى في المناطق الكردية
قبل فترة قتل المدنيين وهاجموا القرى الكردية في تل عران وتل حاصل ومنبج وإلى ما هنالك وتل أبيض. فكل هذا كان لا يعني الائتلاف لم يدين هذه الممارسات من قبل الجماعات المسلحة الإسلامية. ذلك التزاما من الوطن الكردي؟ هم ملتزمون قانونيا بهذا الاتفاق، ولكن أنا يعني لست مطلعا على آراء جميع الأحزاب الكردية. هل نقدوا أم لم ينقدوا أم لماذا هم صامتون في هذا المجال؟ لكل سياسته، ولكن أنا أقول إن هي قضية شعب من الناحية الإنسانية فقط، بغض النظر عن يكون هذا الخبر قد تم إعلانه من قبل الاتحاد الديمقراطي أو أي حزب آخر. المفروض على جميع الأحزاب الكردية أن يعني تقف صفا واحدا في مواجهة هذه القوى الإسلامية المتطرفة، وبالتالي يعني المفروض يعني نحاول أن لا نقف عند المصالح الحزبية والشخصية الضيقة فعلا، لأنه وصلنا إلى مرحلة كما قلت منذ قليل الشعب سوف يحاسب الجميع يوما ما برمته وليس طبعا يعني ألا يكفينا، يعني سؤال بسيط جدا، ألا يكفينا أننا مقسمون كشعب كردي في 4 أجزاء ونأتي أن ننقسم في سوريا إلى 15 و20 جزء؟ يعني هذا الكلام غير مقبول. وبالتالي أتمنى من جميع القادة السياسيين يعني أن يترفعوا عن هذه الأمور، وأن يعني يجلسوا جلسة حوار، وأن يعني يفكروا في مصير هذا الشعب. أعتقد أن لقاءات هولير ربما تشكل البداية والمقدمة لعملية إصلاح شاملة للعلاقات الكردية للارتقاء والارتفاع إلى سوية الآمال التي يعقدها الشعب الكردي والمقاومة العظيمة التي أبداها الكرد يعني مقاتلين وشعبا حاضنا لهذه المقاومة. شوف أستاذ نواف، هو الموضوع يعني ما الذي تعمله يعني؟ أنا أتأمل طبعا كل كردي شريف، هذا الشعب، هذا رأي كل كردي، أنه تتفق القيادة الكردية ويعني تحسن أوضاع الشعب في الكردي خاصة يعني في غرب كردستان، وأن يتم التوافق على رؤية محددة. ولكن يعني لا يمكن أن نتفق إذا لم تكون هناك نوع ليس من المحاسبة وإنما العدالة. يعني يشهد لوحدات حماية الشعب دفاعها عن الأراضي الكردية، ولكن في الداخل هناك معاناة رغم يعني كل الإمكانات التي تقوم بها الإدارة الذاتية. يعني لا يمكن لك قبل الذهاب إلى هولير، يعني لا يمكن لك أن يعني يجب أن يكون الشعب أيضا تحمل كثيرا. قربنا أليس ذلك دافعا أكبر على 3 سنوات. للتوافق أكبر؟ لا يمكن لك أن تفرض ضرائب على شعب يعاني. لا يمكن لك أليس معاناة الشعب يعني يجب أن يكون دافعا للسياسيين للتقارب طبعا أكثر لجميع السياسيين، صغائر الأمور لجميع السياسيين، وبالأولوية للسياسيين الذين الآن يديرون المناطق الكردية. يعني هذا موضوع الصراحة يعني والشفافية تساعدنا على التقدم. فهناك إدارة، هناك حماية للمناطق الكردية، لماذا لا نعززها بالتعاون المشترك مع جميع أطياف؟ هل يمكن الأحزاب المنضوية للائتلاف أن تكون جزء من الإدارة الذاتية من الناحية القانونية؟ طبعا هو في السياسة طبعا من الناحية القانونية السياسة قابلة للتغير دائما. يعني لا يكلف الوضع إلا إعلان صحفي من قبل المجلس الوطني أننا انسحبنا من الائتلاف وانضوينا تحت لواء الهيئة أو تفعلنا الهيئة الكردية العليا. هل تعتقد أن الأمر بهذه السهولة؟ إذا وجدت الإرادة السياسية والنية طبعا بهذه السهولة. فتكملة لحديثي، المفروض يعني أن يكون يعني الشعب في داخل سوريا يعني عليه حصار، وبالتالي أن تخفف الإدارة من الضغوط على هذا الشعب. يعني في حالة البرد وفي حالة نقص المواد الغذائية، يعني المفروض تأمين هذه الأمور، هذه العمل إليها كثيرا. سنأتي في المحور الأخير للإدارة الذاتية الديمقراطية، ولكن يعني ما هي الآمال المعقودة على اجتماعات هولير بعد التوافق بين حزب العمال الكردستاني حسب ما قرأنا في بعده؟ يعني التوافق بين حزب الديمقراطي الكردستاني والعمال الكردستاني. طبعا هو يعني هناك آمال كثيرة طالما أصبح توافق. ممكن أن كما قال الأستاذ جمال منذ قليل جماعة المحسوبة على الرئاسة، طبعا أنا لا أصنف الأمور على رئاسة الإقليم، أنا لا أصنف الأمور بهذا الشكل. لكل سياساته لكل مرجعياته. يمكن يعني يكون يعني هذه الاجتماعات يجب أن نتعلم شيء من الغرب على الأقل. يعني أصبحنا 3 سنوات، وهو أعطيك مثال عن الانتخابات في أوروبا. في فرنسا مثلا تجدهم أعداء حيث تقيم أنت. طبعا تجدهم أعداء. تقول يعني يا لطيف لن يعملوا لصالح البلد. عندما يفوز شخص تنتهي الانتخابات الكل يعمل لصالح الشعب والبلد. منذ فترة قام الرئيس الفرنسي بتوجيه يعني ضربة إلى مالي وأفريقيا الوسطى. كل الشعب البرلمانيين من المعارضة وغير المعارضة متفقين مع ضرورة. لماذا؟ لأن التدخل العسكري في مالي طبعا وفي أفريقيا الوسطى. لماذا؟
لأنها قضيتهم مصالح فرنسا وليس يعني تهديدا إلى الشعب الفرنسي مباشر. يعني في يوم يعني مراسيم دفن مانديلا الزعيم الراحل وجدنا في المنصة الرئيس فرانسوا هولاند والرئيس ساركوزي، وهو كان عدوه اللديد في الانتخابات. لماذا؟ يعني إعطاء نظرة عن أن فرنسا موحدة وأنها في هذه المناسبات تكون موحدة. وبالتالي أن ساركوزي أن هولاند يعني كان يحبذ أن يكون ساركوزي حاضرا في طبعا لإعطاء صورة أفضل لفرنسا للعالم. وبالتالي أنا أدعو يعني حتى القادة كردستان العراق، يعني ألم تكن هناك حرب طويلة الأمد بين اقتتال الأخوة بين الحزبين الرئيسيين؟ كنت سوف أتي على المجال يعني، وآثارها موجودة لحد الآن. يعني أنا زرت إقليم كردستان العراق عدة مرات وآثارها موجودة. الحرب الأخوية اللي تمت بين حزب الياكيتي وحزب البارتي طبعا، فبالتالي يعني آثارها موجودة إلى حد الآن وندموا عليها كثيرا والآن يحاولون محاولة. فلماذا ما الذي تعمله كباحث وحقوقي وكشخص كردي تقيم هنا، يعني ما الذي تعمله أن يتحقق في لقاءات هولير؟ والله أتمنى يعني أن يتم عملية بناء إعادة الثقة بين الأطراف الكردية، وأن نفكر أولا وأخيرا بقضيتنا وقضية شعبنا في سوريا، الشعب الكردي. وبالتالي إذا يعني وضعنا نصب أعيننا هذين المحورين، بناء الثقة، توقيف هذه الهجمات الإعلانية وغيرها، وبناء الثقة من جديد، والنظرة للوضع في سوريا بنظرة الكردياتي، وبالتالي إعادة بناء الثقة كما قلت، والتفكير في مصير هذا الشعب. لن أقول المناصب زائلة، ولكن المفروض يعني للقادة السياسيون أن يعني يعتبروا أو يقرأوا أو ما يحصل في من وفاة مانديلا مثلا. في طبعا مانديلا لم يكن يتسنم أي منصب رسمي. هناك طبعا العديد من الرؤساء الذين يموتون لا تقرأ أخبارهم إلا يعني. هناك فرق. مانديلا كان الخبر الأول في العالم برمته. هناك فرق أن يذكر اسم أحد القادة بأنه كان أحد دعاة السلام والتوافق الكردي، وهناك فرق بين أن يذكر أنه كان أحد قادة النزاع. أنا لست يعني أنا متفائل ولست متشائم أن تصل الأمور إلى حد النزاع المسلح في مناطقنا. نحن شعبنا أوعى من ذلك، وحتى قيادتنا يعني لي ثقة فيهم رغم كل الهفوات، وهذا أمر ليس طبيعي ولكن متوقع، لأنه كان هناك تصحر سياسي في سوريا جميعا. وبالتالي مثلا هل تعتقد أن الأحزاب الكردية ربما أو بعض الأحزاب الكردية التي لها علاقة وثيقة، كي لا أقول كلمة أخرى، بقيادة إقليم كردستان العراق أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ربما تبادر كخطوة أولى للانضمام إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية المعلنة في سبيل توحيد الصف الكردي استعدادا لجنيف 2؟ هو يعني كل شيء ممكن ولكن بالتفاوض يعني بالنقاش. موضوع الإدارة الذاتية يعني هو جيد بالمطلق، ولكن أنا يعني طريقة طرحه يجب أن تكون مشتركة. يعني لا يمكن أن أفرض شيء أو ألقي شيء أو أقترح شيء وأقول انضموا إلي. المفروض كان يكون هناك حوار وتوافق وعلى هذه الإدارة الذاتية على هذا المشروع، وبالتالي يعني حتى الطرف الآخر يعني يتفهم ويستطيع أن يناقش. يمكن أن نحسن موضوع هذه الإدارة. كل شيء ممكن في السياسة الآن يعني. أقصد الخطوة العملية. الأستاذ نصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي السوري البارتي، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي، قالها بوضوح لإذاعة صوت أمريكا أنهم يعني شاركوا في جميع الاستعدادات حتى الليلة التي سبقت الإعلان. أنا لا أقصد طريقة وشكل الإعلان، لكن هل تعتقد أن الخطوة التي ربما ستكون الأكثر قوة وفعالية لكي يزداد الحضور الكردي قوة على الصعيد العالمي لدعم هذه التجربة الجديدة، وأقصد الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تتولى يعني حمايتها قوات كردية تتألف من عشرات الآلاف من المقاتلين الذين يوصفون في العالم كله بالمقاتلين الأشداء؟ طبعا إذا كنا سوف نتحدث يعني عن الإدارة الذاتية، طبعا يعني أنا قلت طريقة طرحه يعني المفروض هناك من الأحزاب والمنظمات شاركت يعني، والعدد تجاوز 30 كما قرأنا يعني. ولكن
يعني كما قلت الأحزاب المقربة من رئاسة الإقليم لم تشارك ولها يعني وإن كان يعني ليس بوزن حزب الاتحاد الديمقراطي، ولكن لها وزن في المجتمع الكردي ويجب مراعاته. جميع الأحزاب الصغيرة كانت كبيرة. طبعا يعني الكل، فيجب مراعاة هذا الموضوع. يجب أن يتم النقاش، يجب أن يستعان بالخبرات لحتى يعني يكون هذا المشروع قوي من الناحية النظرية على الورق وعلى الأرض حتى يتم التطبيق. يعني كما قلت نحن في مرحلة يجب فيها التوافق. نعم. لا يمكنك أن تقول هذا مشروعي ومن أراد فلينضم إليه. المفروض متطلبات الوحدة يجب أن يتم التوافق قبل إعلان أي شيء. يجب أن يتحد الشعب، القادة السياسيون يجب أن يتحدوا على مشروع معين، يجب أن تتم نقاشات موسعة، وبالتالي يعني حتى هذا الاتفاق أو هذه الإدارة الذاتية أو سميها ما شئت، عندما يتم الإعلان عنها يكون لها صدى ويكون لها وزن حتى في الجانب الآخر من المعارضة العربية وحتى على المستوى الدولي. نعم. يعني الإدارة الذاتية حينما تم الإعلان عنها يعني كان لها صدى عالميا كبيرا، كبريات الصحف العربية والعالمية والفضائيات ناقشت ذلك. ألا تستحق هذه الخطوة مزيد من الدعم من الأحزاب الأخرى في ظل حالة يعني عدم الثقة التي يعني باتت واضحة من قبل يعني مجموعات كبيرة من الشعب الكردي بما يجري؟ يعني هو تناولتها لأنها تجربة يعني فكرة أو تجربة نسميها فكرة، يعني هي لم تطبق أنا برأيي لحد الآن على الأرض. هي فكرة جديدة يعني في الشرق الأوسط يعني. وبصراحة يعني هو على الأرض لم يتغير شيء، فقط الإعلان. أنا لم يعني لدينا اتصالات مع الداخل. إدارة ذاتية بمعنى هذا المصطلح لم يتغير شيء منذ عام 2012 الشهر السابع، يعني إلى الآن لم يتغير شيء. أنا مع أنه ينضم الجميع إلى إدارة موحدة، سميها ذاتية، سميها حكم ذاتي، سميها ما تشاء، ولكن الحوار ثم الحوار حتى يتم يعني الدخول إلى أو الوصول إلى موقف موحد للشعب الكردي والقيادة الكردية في سوريا. وبالتالي حتى نحن نحسن يعني نصدر هذه التجربة إلى الخارج ونفتخر بها، المفروض أن نطبقها في يعني على أرضنا عملياً. وأن نكون عمليا وأن نكون يعني متحدين وملتفين جميعا حول هذا المشروع. وبالتالي أيضا يعني ليس فقط انضمام الأحزاب، يجب انضمام الخبرات والثقافات الكردية. الشعب الكردي يعني يمتلك الكثير من الخبرات في هذا المجال. يعني لا أظن يعني البحث إذا سوف نكمل في الإدارة الذاتية، ولكن أود أن أعرج يعني على مسؤول على موضوع يعني الإدارة الذاتية يعني تستوجب إطارا قانونيا، تستوجب أن تكون هناك قواعد. كيف هل لك أن توضح ذلك؟ طبعا يعني هو المفروض إذا قلت أنا إدارة ذاتية أو إقليم ذاتي فالمفروض أن يكون لك قانون تعتمد عليه. كما قلت منذ قليل لا تستطيع أن تفرض ضرائب كما تشاء أو أن تقوم بتوقيف الناس أو أن تقوم بإعطاء مكافآت للناس. يجب قانون الحياة. طبعا يجب أن يكون كله بشكل قوانين، يجب أن تتم كل هذه الأمور تحت ضمن إطار قانوني. وفي هذا المجال يعني أنا عضو في منظمة ياسا للاستشارة القانونية، نعمل في اللجنة القانونية، وقريبا سوف يصدر يعني لا يمكن تحديد التاريخ أو المكان وسوف لكن يصدر مشروع لإدارة المناطق أو إقليم كردستان كما سميناه يعني. نعم. في كشكل يعني دستور لهذه المناطق يمكن هي هدية للشعب الكردي في سوريا لكي وللأحزاب الكردية لكي مشروع الإدارة الذاتية كما علم القيمون عليه أنه يعني الآن لإدارة المناطق الكردية وصولا إلى يعني الشكل المعلن. الهيئة الكردية العليا طرحت الفيدرالية سوريا اتحادية ديمقراطية فيدرالية. ألا تعتقد أن الجماهير التي خرجت وقدر عددها آنذاك ب1,000,000 شخص وحيت الهيئة الكردية العليا هؤلاء يستحقون أكثر مما هي عليه الآن هي، والآن الفرصة متاحة ربما كي تعود المياه إلى مجاريها وينطلق الكرد استعدادا لجنيف 2، لأن الحاضنة الشعبية والقوات الكردية الموجودة بقوة على الأرض ستكون هي القوة الأكبر وراء المفاوض الكردي في جنيف 2. هو الموضوع الإدارة الذاتية وحتى كما قلت لك المشروع الذي نعمل عليه يعني طبعا غالبيتهم كلهم من الحقوقيين والمختصين في هذا المجال.
كان العمل على أساس رؤية الهيئة الكردية العليا للفيدرالية في سوريا وإقليم غرب كردستان أو إقليم كردستان أن يكون إقليما فيدراليا ضمن سوريا اتحادية. وهذا كانت رغبة الشعب أيضا يعني، وبالتالي يستحق أكثر. المليون شخص الذي خرج، يعني المواطن الذي خرج ونادى بهذه الفكرة طبعا يستحق أكثر، ولكن كما قلت الفيدرالية هي أهم بكثير وأفضل بكثير من الإدارة الذاتية، لأن الإدارة الذاتية حتى نوضح يعني للسادة المشاهدين هي بمعناها المطلق حكم ذاتي أو لا مركزية إدارية، ليست بدرجة حكم ذاتي أيضا. فالصلاحيات والتعامل مع المركز هو قائم، ولكن المركز يعني وهو مثلا دمشق يتنازل عن بعض الصلاحيات للوحدات الإدارية، سميها محافظات أو ما شئت، لتدير نفسها بنفسها. أما الفيدرالية فأنت كأقليم لك استقلاليتك الداخلية، لا أحد يتدخل فيك. هناك بعض المسائل السيادية كالدفاع والسياسة الخارجية والضرائب والمالية وما هنالك هي من اختصاص الحكومة المركزية، أما الإقليم فيتمتع بخصوصيته وبقوانينه التي تحكمه، وبالتالي أنت لك كيانك الخاص، لك ميزانيتك الخاص، تستطيع أن تقوم ما تشاء به من مشاريع. وبالتالي لخصوصية الشعب الكردي ولثقافته وللغته الخاصة هذا المشروع وتاريخه. لم يطرح بديلا عن الفيدرالية بالمناسبة يعني. هو يعني لم يطرح بديلا عن المناسبة، ولكن كما قلت نريد أن نوضح يعني معناه القانوني. لا أعلم إذا كنت مطلعا على الكراسة أو الكتيب الصغير الذي صدر، لكن ربما يختلف عن الإدارات الذاتية التقليدية التي طرحت، وربما تحتاج إلى حلقة كاملة لنناقش ذلك الآن. في ظل هذه الأوضاع هناك العديد من الأوراق القوية لدى المفاوض الكردي كي يكون حاضرا في جنيف 2. يعني كقانوني ما الذي تراه أن المفاوض الكردي بحاجة أكثر إليه؟ يعني ما هي أبرز الأوراق التي يمكن أن تشكل قوة ضغط على النظام والمعارضة وحتى على الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض طرح القضية الكردية في مؤتمر جنيف وليس حضور حزب الاتحاد الديمقراطي كما يزعم البعض؟ وهذه معلومات مؤكدة طبعا. نقرأ الصحف وهناك تحليلاتنا الخاصة. طبعا هذا الموقف يعني غير مرحب به وغير مشجع بالنسبة للقضية الكردية في سوريا. طبعا وحدة الصف الكردي هي أهم النقاط. نعم. يعني إذا ذهبنا شتاتا إلى جنيف 2 لا يمكن أن نحصل على شيء. نعم. أما وحدة الصف الكردي فسوف يكون الصف الكردي له وزنه الخاص، يعني له وزن وله تأثير على ما سوف يحصل في جنيف. يجب أن نصر على طرح كيف يمكن للمفاوض الكردي أن يستثمر أوراق القوة التي يملكها الآن؟ أوراق القوة الاستقرار التي يشهدها غرب كردستان. طبعا حالة الاستقرار أولا سوف يكون إذا تم الاتفاق تمت توحيد الرؤى الكردية يعني في هولير وتم الاتفاق ونظرنا إلى جنيف بنظرة واحدة تحمي مصالح الشعب الكردي في سوريا، سوف تعطينا هذه رؤية موحدة، وبالتالي وحدة الصف هي التي سوف تعطينا القوة أولا. ثانيا هناك استقرار في مناطقنا، نحن الأكثر منظمين بالنسبة لسوريا، يعني سواء كان عن طريق الوحدات حماية الشعب موجودة، هناك إدارة موجودة، هناك الأعمال اليومية تقوم بتصريفها، ولذلك هناك استقرار وهناك تنظيم، ونحن أكثر الأطراف المعارضة فاعلون على الأرض ومنظمون، وبالتالي هذا يعطينا ثقل. ما ينقصنا كما قلت منذ قليل هذا منعطف تاريخي فارغ في تاريخ القضية الكردية في سوريا، جنيف 2 إذا عقد، وبالتالي يجب ما الذي يمكن أن تقدمه كما أكثر التجارب من هذا الثراء الإنساني والتجارب البشرية في هذا البلد، بلجيكا، ألمانيا، كندا، سويسرا، ما هي التجارب التي يمكن أن يستفيد منها الجانب الكردي، وحتى يمكن أن تكون ورقة ربما يستطيع أن يعرضها المفاوض الكردي في جنيف كي يقول أن الفيدرالية لن تكون بداية للتقسيم، إنما قوة هي قوة للبلد. كيف يمكن إقناع المفاوض؟ كيف من إقناع؟ طبعا هو بنتيجة إقامة الندوات والحوارات، و ما هي نظرة
السوري خلينا نسميها العربي إلى الفيدرالية هي تقسيم، ولكن لأنه لا يعلم بالتقسيم حتى الإدارة الذاتية، ولكن طبعا حتى الإدارة الذاتية، ولكن أنا من واجبي كباحث في القانون وواجب بقية الزملاء أن نوضح هذه الفكرة، وبالتالي يمكن أن نستفيد من تجربة سويسرا وتجربة بلجيكا وتجربة كندا. يعني هناك لغات مختلفة، هناك قوميات مختلفة، هناك يعني ثقافات مختلفة، والكل يتعايش. يعني نقول للأخوة السوريين العرب من المعارضة اذهبوا إلى جنيف، كم من علم يرفرف في جنيف؟ تقصد سويسرا يعني؟ طبعا في سويسرا التي سيعقد فيها الاجتماع. طبعا اذهبوا إلى التي تم فيها وأد الأحلام الكردية طبعا في لوزان. طبعا يعني فهذا ما حصل. اذهبوا إلى ألمانيا، اذهبوا إلى بلجيكا، فسوف تجدون كثير من العالم ترفرف، وهذا لا يمنع من وحدة الوطن، وهذا بالعكس يعني قوى هذه الدول. ألمانيا هناك 16 ولاية، هل هذا يعني أنها ضعيفة؟ هي من الدول الرائدة، وهي أمة واحدة. طبعا وهي أمة واحدة. يعني نحن أيضا يعني هناك أمتين، يعني على الأقل أو يعني هناك شعب كردي وشعبين، وبالتالي يعني هذه يجب أن يعني أن نفكر في الموضوع بهذا. ما الذي يمكن أن يفيد المفوض الكردي كل هذه التجارب؟ يعني هل أنتم على استعداد كلجان قانونية وحقوقيين تقديم هذه الدراسات، أم أن الدراسات معدة سلف ونستطيع أن نستفيد منها الجانب الكردي في المفاوضات المزمع إجراؤه في جنيف؟ كما قلت مشروع الدستور الذي سوف نطرحه هو يعني لجميع الأحزاب. سيكون قبل جنيف أم بعد جنيف؟ لا أستطيع أن تحديد التاريخ، ولكن قريبا يعني. الموضوع يعني سوف يكون يعني أكيد سوف نقوم بإرسال الدراسات إلى الأحزاب قبل الذهاب إلى جنيف، ونحن جاهزون حتى في مركز ياسا، وحتى هناك أشخاص يعني آخرين من الكرد المختصين في القانون أن يقدموا جميع الخبرات. ويخطأ القادة الكرد خطأ فادحا إذا ذهبوا إلى جنيف من دون استشارة لا قانونيين أو مختصين في اللغة وفي الاقتصاد وفي علم الاجتماع وفي التاريخ وفي الجغرافيا. كل هذه الأمور مهمة. حتى تذهب إلى طاولة المفاوضات يجب أن تكون قويا وغنيا بالمعلومات. يعني أنت كسياسي كردي لا تستطيع أن تطالب بالفيدرالية. وأنتم على استعداد لمرافقة الوفد الكردي؟ نحن طبعا الكل على استعداد، كمركز ياسا وعلى الصعيد الشخصي على استعداد لتقديم المساعدة في هذا المركز، وهذا واجب وليس مساعدة، هذا واجب. كل شخص يتمنى أو يريد الخير للشعب ومصلحة الشعب الكردي وقضيته النضالية في سوريا. وبالتالي لا يقع الوفد الكردي إذا تم تشكيله. وبصراحة يعني هو كان في البداية هناك آراء هل يذهب الكرد في 3 وفود أو وفد واحد، أو يعني مع الائتلاف أو مع هيئة التنسيق أو بوفد مشترك. الآن أنا ما ألاحظه جميع السياسيين الكرد ومتفقون على أن يكون هناك وفد واحد للكرد مشترك، وأن يصروا على أن تكون القضية الكردية. فوائد ومخاطر، فوائد الوفد الواحد ومخاطر الوفد المقسم بين الوفد المقسم يعني. سوف تكون جزء من المعارضة العربية، وبالتالي سوف يقول نحن سوف نضمن لك حقوق الإنسان والمواطنة، ولكن فيما بعد في البرلمان سوف يقرر، وهذه عين الديمقراطية. يعني خلينا نوضح لكل الناس الديمقراطية لا تعني الانتخابات وذهاب الناس إلى التصويت وتشكيل حكومة، وإنما الأخذ بمواقف الأقليات وبمتطلباتهم لكي لا تصل إلى ديكتاتورية الديمقراطية. كلمتي الأخيرة أنا أتمنى يعني أتمنى طبعا كل الخير للشعب، وأتمنى أن يفك هذا الحصار لشعبنا في غرب كردستان. أتمنى من القادة السياسيين أن يعني ينظروا بمنظار وحدة الشعب الكردي، مصيره هذا أنتم مسؤولون أمام التاريخ وأمام شعبكم عن مواقفكم، فيجب أن تتحدوا، ويجب أن تذهبوا إلى جنيف مسلحين بالخبرات وبالوحدة. هذا أهم شيء. وحدة الصف الكردي سوف يكون طريقنا إلى النجاح، وسوف يعزز من حقوق الشعب الكردي في قضيته النضالية. نأمل ذلك، ونضم صوتنا إلى صوتك الدكتور محمد حسن الباحث في الدساتير الفيدرالية. أشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى على الحضور وعلى هذه الاستفاضة. وكل الشكر لكم أعزائي المشاهدين. نلتقي يوم السبت القادم. إلى اللقاء.